الحلقه اللي عندنا النهارده معايا في الاستوديو منوريني، ومعلش اخرتكم شويه، ندى عبد الستار عضو لجنه الموارد البشريه في نشاط يوتوبيا، واحمد عبد العزيز مدير حمله اصحاب مكان. الاول عايزين نفهم ايه هو نشاط يوتوبيا منكم بقى. اي حد فيكم يقول لي يعني. هي يوتوبيا بكل بساطه، واحنا كنا من سنتين بناخد كورس مع دكتور شريف عبد العظيم مؤسس جامعه رساله، واحنا في ثانيه اتصالات. كان اسمه اخلاقيات مهنه الهندسه. بيدينا 5 قواعد بيخلينا نحكم على الموقف اللي احنا فيه ده اخلاق ولا لا اخلاقي، صح ولا مش صح، ينفع اعمله ولا ما ينفعش اعمله. بس فهي دي الفكره ان احنا قلنا ان احنا بعد ما خلصنا الكورس ده ان احنا حسينا ان احنا لازم نكون ايجابيين، لازم نغير في المجتمع. فقعدنا نفكر ايه اللي ممكن نعمله، عايزين نعمل حاجه جديده ما اتعملش قبل كده. فكرنا ان الكورس ده المفروض نديه للناس بدري شويه من وهم صغيرين، مش زي ما احنا خدناه واحنا عندنا 17 18 سنه. فقررنا اول حاجه ان احنا ننزل المدارس، ده كان هدف يوتوبيا في الاول، ان احنا ننزل المدارس نشرح الكورس اللي خدناه ده بس بصوره مبسطه للاطفال من اولى اعدادي لثالثه اعدادي. في السن ده كنا بننزل نشرح لهم ده ببساطه فكره يوتوبيا وازاي بدات. وبعد كده ابتدينا ننتشر في حاجات تانية، ما بقيناش نشرح الكورس ده بس، وما بقيناش ننزل مدارس بس، نزلنا بحملات تانية. كان منها حمله اصحاب مكان. تمام، ايه هي حمله اصحاب مكان؟ حملة أصحاب مكان هي حملة كل هدفها إن إحنا بننزل. دي جزء من يوتوبيا؟ دي جزء من يوتوبيا. هو مشروع من مشاريع نشاط يوتوبيا. تمام. بس هي الفكرة إن أصحاب مكان هو مشروع بيحاول ينزل بقى مش للأطفال بس، ننزل للناس الكبيرة حتى، ننزل نوعي الناس بحاجات في البلد المفروض تبقى أحسن من كده. قررنا إن إحنا كانت بدأت من السنة اللي فاتت بعد الثورة. كان بدأت أول يوم ننزل فيها كان 23/2 السنة اللي فاتت. كنا قررنا إن إحنا ننزل المترو لأن ده أكتر مكان هنقابل فيه ناس من الشعب، من عامة الشعب، من جميع الطوائف ومن جميع الثقافات ومن جميع كل حاجة. فكرنا ان احنا ننزل مترو، وكنا بنوعيهم بحاجات اساسيه، يعني ان احنا ننزل من ابواب النزول ونطلع من ابواب الصعود، احترام القواعد على الاقل، ان احنا نقف نذاكر في طوابير، الحاجات الاساسيه اللي المفروض ما فيش حد يختلف عليها. احنا عايزين مصر تبقى احسن، عايزين نظام احسن من كده بس. وفي بنفكر دلوقتي بنعمل حاجات تانية برضو، لسه بنفكر نشوف حاجات تانية نعملها، حملات تانية ننزلها. وان شاء الله السنه دي برضو هننزل بحمله في المترو غير الحملات اللي لسه هننزلها الترم الثاني. هتبقى ان شاء الله هتبدا يوم 29/1 الشهر ده في حمله لاصحاب مكان، هتنزل برضو المترو تاني، وهنبتدي برضو نوعي عن الحاجات دي ونحاول نوعي عن حاجات ازيد برضو. طب ندى، هي الحملات دي لما بتنزل يعني حملات توعيه، معلش خلونا نبقى يعني محددين شويه عشان انا عايز افهم الناس اللي بتنزل دي بتعمل ايه تحديدا، يعني بيقفوا يعملوا ايه؟ هو احنا اول ما نزلنا كانت اصحاب مكان يعني السنه اللي فاتت بعد الثوره على طول كنا يعني جت الفكره اصلا ان احنا متحمسين قوي وشايفين ان الناس كمان عندها استعداد تغير، فكنا حابين نستغل ده اننا ننزل نستغل ابسط طرق التواصل مع الناس اللي هو الحوار، ان احنا ننزل نكلم الناس بنفسنا. طب ما افرضي حد يعني الناس دي بتبقى مستعجله ويعني عايزين يمشوا مثلا، فاللي هو يعني ايه يعني ما بيواجهكوش مشاكل انه حد يقول لك مثلا لا معلش بعدين يعني طبعا ويمشي والجو ده؟ هي دي كانت مشكله من المشاكل اللي يعني حد كان قالها واحنا كنا لسه بنبتدي في اول اجتماع لينا كلنا عشان الحمله، لكن احنا لقينا حل للموضوع ده. اولا ان احنا يعني قصرنا شويه الكلام اللي احنا كنا بنقوله، فبحيث ان احنا كنا على طول للنقطه اللي احنا عايزين نتكلم فيها، فكنا بنوصل للناس بسرعه. وكمان كنا بندخل العربيات، يعني مش بس مثلا واقفين على الرصيف بنكلم الناس من على الرصيف، جوه المترو، جوه المترو نفسه. كنا يعني بناخد حوالي 3 محطات او حاجه عشان نخلص الكلام اللي احنا حابين نقوله. وكمان الناس اللي واقفه على الرصيف هي كده بتبقى في ناس مستنيه، فبنبتدي بقى نعلي صوتنا ونتقسم مجموعات، الناس واخده وبتحاول تنظم الناس، فاحنا وبننظم حركه التنظيم دي في حد ذاتها بنبقى بنتكلم اثناءها يعني. طيب الناس اللي بتنزل تتكلم دي هل مؤهله انها تتكلم؟ يعني بمعنى هل انتوا بتقعدوا مع بعض الاول بتحددوا طريقه الكلام هتبقى ازاي علشان انا اقدر اوصل الفكره او اقدر اثر على اللي قدامي في الحاجه اللي بقولها؟ هل الاسلوب بتاع الكلام ده انتوا بتتمرنوا عليه قبلها، ولا انتوا بتنزلوا كده ويعني وخلاص ويلا بينا يعني اللي هيجي واللي مش هيجي يعني؟ لا هو طبعا زي ما قلت لحضرتك، هو كان في اول لما عملنا الحمله في الاول خالص اجتماع الناس اللي هي المديرين الحمله والقائمين عليها، عملوا اجتماع مع المتطوعين، الناس اللي جايه من بره وما تعرفناش، عن ازاي هنقول ايه وايه الكلام بالظبط اللي هنقوله، ايه الكلام اللي ما نقولوش عشان ما نسببش مشاكل. تمام. وكمان كنا بنفترض مواقف ممكن تحصل تضايق حد فينا ونتدرب عليها واحنا مع بعض كده، ونجرب في بعض كمان علشان نبقى مستعدين لكل حاجه ونبقى عاملين حسابنا على المخاطره يعني. بتشتغلوا بمنهجيه يعني، هو ده اللي انا كنت اقصده. لسه موجوده معانا ندى عبد الستار عضو لجنه الموارد البشريه في نشاط يوتوبيا، واحمد عبد العزيز مدير حمله اصحاب مكان. فهمنا الى حد ما النشاط بتاع يوتوبيا
يوتوبيا ده بيعمل ايه بالظبط. يعني هي الفكره حمله توعيه للناس او للناس اللي موجوده في الشارع او في المترو اللي هم الشعب المصري بشكل عام بمختلف فئاته. طيب تعالوا نخش في الموضوع بقى عشان ما نضيعش وقت كتير. يعني الى حد ما احنا فهمنا الوضع شكله عامل ازاي. المشاكل اللي بتواجهكم عباره عن ايه؟ هي طبعا من اكبر المشاكل اللي بتواجهنا مشكله الدعم، ان احنا الدعم الايه يعني؟ الدعم الايه؟ المادي ولا الدعم المعنوي؟ ولا بالضروره انا مش بالضروره عايز دعم مادي، انا اللي عايزه دعم حاجه تنفعني، مواد خام تنفعني انا في الحملات بتاعتي. زي مثلا احنا في المترو بنحتاج ميه، دي من اكتر ازايز ميه يعني شرب لان تمام. الناس المتطوعين دول بيبقوا قاعدين مثلا من الساعه 9 للساعه 3، فانا طبعا مش هخلي كل واحد في النص يطلع هو يجيب ميه، فانا لازم بجيب لهم ميه. دي مثلا من اقل الحاجات. انا مثلا محتاج دعم في الحته دي، مثلا تبقى في مثلا شركات بتدعمنا في النقطه دي، لكن انا مش بالضروره عايز دعم مادي يعني. لان انا يعني مش محتاج كفلوس، انا محتاج حاجات دعم عيني مواد خام. حاجه ثانيه مثلا المترو قال لنا لازم ننزل بيونيفورم بلبس معين. تمام. لازم اللبس ده عشان مثلا ما ينفعش حد عادي يكون بيتكلم وفي الاخر ما يعرفوش ان هو مش من اصحاب مكان، فهو لازم ده يبقى واحد من المسؤول مننا، لازم يبقى لابس لبس او التيشيرت بتاع اصحاب مكان. فمثلا عايزين حد يكون بيدعم في النقطه دي، يدعم في التيشيرتات، يدعم في الماتيريالز اللي احنا بنستخدمها، في المواد الخام اللي احنا بننزل بيها، انما مش بالضروره يكون دعم مادي يعني. طيب ايه تاني مواد خام بتحتاجوها؟ يعني احنا قلنا دلوقتي عشان انا بس ايه كل اللي سامعيننا ويقدروا يساعدوا، احنا هنحدد بقى دلوقتي. يعني احنا قلنا احنا محتاجين يونيفورم، محتاجين ميه، محتاجين ايه تاني؟ محتاجين البوسترات، الفلايرز اللي هي المطبوعات اللي بنطبع عليها، الحاجات اللي احنا بنقولها برضو لما تبقى مطبوعه على ورق ان احنا بنوصلها للناس. السنه اللي فاتت في الحمله بتاعتنا السنه اللي فاتت طبعا بس ما كانش عدد كبير، فما قدرناش نوزع على ناس اكتر، مع انه اثر في ناس حوار ان انت يبقى معاك مطبوعات بتوزعها على الناس في المترو، دي بتنفع. فهي الفكره لما تكون معاك بعدد قليل ما بتقدرش تفيدك. فهي فكره الدعم عامه ان في حاجات بتقف عشان احنا معناش دعم ليها، احنا مش متوفر لنا الحاجات دي، مش متوفره لكم الحاجات دي. فاحنا بننادي من خلال نجوم اف ام دلوقتي ومن خلال المواطن المصري 1006 ده رقم الاس ام اس بتاعنا، ونجوم اف ام 100.6 هي دي صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، وكمان على التويتر @نجوم اف ام. هنرجع تاني لندى عبد الستار واحمد عبد العزيز وحمله ونشاط يوتوبيا اللي جواه حمله اصحاب مكان. كنا قلنا في اللينك اللي فات ان انتوا محتاجين الدعم المشاكل يعني اللي بتواجهكم انه انتوا محتاجين دعم عيني زي الميه واليونيفورم والمطبوعات. جالنا اس ام اس الحقيقه الى حد ما معقوله، في ناس كتير نفسها تساعد. طبعا كل الناس اللي بعتت لنا على الاس ام اس الارقام دي هتكون موجوده مع ندى واحمد، وهم هيتم الاتصال بيهم على مدار الاسبوع او خلال الاسبوع، وهنشوف هنقدر نعمل ايه المشاكل اللي بتواجهكم تاني يا جماعه. هو في مشكله هي يعني بس دي جايه يعني نبع من ان احنا اصلا كلنا طلبه، فوقتنا قوي مش ملكنا. يعني انه احنا عندنا في ايام الحملات ايام يبقى فيها متطوعين كتير جدا، بحيث ان احنا بنبقى يعني عندنا زياده عدديه في الحمله نفسها او في اعداد المتطوعين، وايام تانية ما يبقاش عندنا نفس العدد ده، بحيث وما بنقدرش نغطي الاماكن اللي احنا عايزينها. يعني انت محتاجه متطوعين طبعا. واللي بيخلينا يعني اللي خلى المشكله دي ظهرت قوي ان احنا اساسا بنتعامل بطريقه التواصل معانا ومع الناس لما نيجي نعمل مثلا اعلان عن الحمله او كده عن طريق الفيسبوك مثلا او تويتر او مينلي الانترنت. يعني الانترنت هو بيبقى اساس ان احنا بنقول للناس ان احنا نازلين، ولعلمك ده كافي وزياده. هي الفكره انه بيوصل لناس اعمارهم يعني قريبه قوي من بعض، فظروفهم بتبقى قريبه قوي من بعض، فبيختفوا سوا وبييجوا كلهم سوا. هي دي اللي بيعمل مشكله يعني. تمام. وكمان انا بس كنت عايزه اقول حاجه على الاس ام اس. كان في حد كاتب ان انا ممكن اساعد انا واصحابي في الفلايرز والتيشيرتس. هو احنا مش محتاجين ديزاينز او مش محتاجين نعمل شكل للتيشيرت، احنا اكتر محتاجين المواد الخام. يعني محتاجين تيشيرتات، محتاجين التيشيرتات نفسها. الناس اللي بتعمل اصلا الديزاينز والحاجات دي، احنا عايزين بقى اللي هي الطباعه نفسها. طب ولو حد مش يعني لو الشخصيه اللي بعت الاس ام اس مش هتقدر انها تجيب تيشيرتات، بس هي عندها فكر ما في الديزاين، ما ينفعش تنضم للفريق بتاع الديزاين بتاعكم؟ ينفع طبعا، تبعت عادي وساعتها بقى هنكمبير ما بين الديزاينز نطلع احسن حاجه. انت ما يبقى عندك كذا حاجه هتبتدي تشوف. يعني انا مثلا عندي 2 بيعملوا ديزاينز، وهي مثلا الشخص اللي بعت اس ام اس ده بعت ديزاين، هنبتدي نكمبير ما بين الثلاثه انهي احسن واحد في الثلاثه. هنبتدي نقارن ما بين هنبتدي نقارن ما بين الثلاثه، احسن واحد في الثلاثه طبعا هو اللي هيتاخد. لان هي الفكره انا مش بشغل الحد اللي عندي
وخلاص. انا اهم حاجه ان الحمله تطلع بشكل كويس، فلو الديزاين بتاع اللي باعت ده هو طلع احسن واحد فده اللي هيتاخد عادي. طيب هم كمان يا جماعه في نشاط يوتوبيا محتاجين متطوعين. كل اللي بيسمعونا يبعتوا لنا على 1006 اللي حابب ان هو يتطوع ويساعد معاهم في نشاط يوتوبيا او حمله اصحاب مكان. يا ريت يبعت لنا على 1006 على 1006 يبعت لنا يقول لنا ان هو عايز يشارك ونمرته بتظهر عندنا. والحقيقه خلال الاسبوع ان شاء الله هم هياخدوا الاس ام اس مطبوعه وهم ماشيين وهيتصلوا بكل الناس، وان شاء الله نقدر ان احنا نوصل لحاجه كويسه. عايز اسال ايه تاني بيواجهكم؟ ايه كمشاكل تاني بتواجهكم؟ ممكن نكون ان احنا يعني بما اننا بننزل نشرح واحنا طلبه اصلا كلنا، فاحنا بنبقى محتاجين سكيلز او مهارات معينه اللي هي ان هي تدينا القدره ان احنا نشرح، ممكن تبقى مش موجوده عند معظم الناس فينا وهم بيبقى نفسهم يعملوا كده. طب ما انتوا تعلموهم بقى. ما احنا عايزين نوصل برضو لناس. في ناس كتير قوي بتدي كورسز للبرزنتيشن سكيلز او مهارات العرض والتقديم، وان ازاي انت تشرح، ازاي توصل المعلومه لحد اصغر منك او كده. فلو الناس دي مثلا بتسمعنا فاحنا هنبقى مرحبين جدا ان حد فيهم يتطوع معانا بانه يشرح لنا ويساعدنا ان احنا نبقى احسن ونطور من المهارات دي فينا اكتر يعني. طيب كمان مش محتاجين متطوعين بس، احنا كمان محتاجين متطوعين متخصصين في طريقه العرض، او حد ممكن يدي للمتطوعين او للشباب اللي موجودين معانا كورسات ازاي يتعاملوا مع الناس وازاي يتكلموا مع الناس. فلو في حد يا جماعه يعني متخصص في الحته دي يا ريت يبعت لنا على 1006. ولو عنده استعداد ان هو يساعد او يشترك في هذا المشروع التنموي يبعت لنا على 1006. وكمان عايز اقول لاي حد عنده مشروع او حمله، ده بعيدا عن المشروع اللي بنتكلم فيه دلوقتي، محتاج ان هو يكون موجود معانا في نجوم اف ام على الهواء، ويكون عنده مشكله علشان نحاول ان احنا نحلها ونخلي المشروع يكمل، يبعت لنا برضو على 1006 واحنا هيتم الاتصال بيه قريب جدا. هنروح فاصل اعلاني ونرجع على طول نكمل. ورجعنا لكم تاني سريعا. 1006 رقم الاس ام اس بتاعنا. اللي عايز يكون موجود معانا او اللي عنده حمله او مبادره يبعت لنا على 1006 وان شاء الله هيكون موجود معانا في الحلقات اللي جايه. هيتم الاتصال بيه من قبل نجوم اف ام او من خلال نجوم اف ام ومواطن مصري. هنتصل بيه وهنعرف ايه الموضوع بالظبط، وان شاء الله يكون موجود معانا على الهوا. هنرجع لكم تاني لندى واحمد في نشاط يوتوبيا. في حاجه ناقصه تاني؟ في اي مشكله بتواجهكم تاني غير اللي احنا قلناهم، ان احنا عايزين دعم عيني اللي هو الميه واليونيفورم والمطبوعات والمتطوعين المتخصصين؟ اظن انتوا شايفين الاس ام اس قدامكم، يعني ما شاء الله في ناس كتير عايزه تتطوع. قولوا لنا ايه المشاكل تاني سريعا. تمام. في مشكله كمان ان احنا المدارس اللي بننزلها احنا بنبقى عايزين مثلا تجهيزات فيها معينه، عايزين مثلا داتا شو، حاجه وسيله للعرض ان احنا نعرض عليها الحاجات اللي احنا بنقولها، لان احنا بيبقى معانا الماتيريال او الباوربوينت، الحاجات اللي احنا بنشرح منها بنبقى عايزين نوريها للطلبه، لان دي بتوصل كاي كونتاكت للطلبه اللي انا بشرح لهم، او عامه بتوصل لهم المعلومه اكتر في ذهنهم. فهي الفكره ان احنا بنبقى بننزل مدارس ما بنلاقيش التجهيزات دي، يعني معظم المدارس اصلا ما فيهاش معامل وسايط متعدده، ما فيهاش. اللي انت بتتكلم فيه ده صعب. انا بقول لك بمنتهى الامانه اهو على الهواء، يعني انت بتكلمني اهو دلوقتي. حاولوا انتوا معلش مع نفسكم شويه. احنا مش عايزين، يعني احنا عايزين ايه؟ كل اللي يقدر يعمل حاجه يعملها. احنا مع بعض كده، احنا ماشيين كلنا مع بعض وبنقول يا رب يا مسهل. اللي انت بتطلبه ده فيه تكاليف، وفيه تكاليف عاليه. عشان حد يتحمل ده لازم يكون حد داخل بده، تمام؟ يعني داخل عنده الامكانيات دي. حاولوا تشوفوا بدايل لموضوع ان انتوا توروا للطلبه ده ازاي. ايه تاني؟ قولي لي يا ندى، في حاجه تانيه؟ لا هو كده تقريبا الحمد لله خلاص، يعني ما فيش مشاكل. انا بس عايزه اقول للناس يوصلوا لنا ازاي على مدار يعني الاسبوع، لو على بال ما نكلمهم، يعني ان احنا الفيسبوك بتاعنا facebook.com/utopia Egypt. يوتوبيا UTIOPA Egypt EG بي تقيله، ها؟ اللي رجلها لتحت. تمام. Egypt EGYPT. وعلى تويتر برضو Twitter/Utopia Egypt. واصحاب مكان ليها بيج لوحدها على فيسبوك facebook.com/اصحاب مكان AS7AB مكان MAKN. طيب تمام، احنا كده سمعنا وعرفنا ايه الموضوع. يعني انا بشكركم جدا ندى عبد الستار عضو لجنه الموارد البشريه في نشاط يوتوبيا، واحمد عبد العزيز مدير حمله اصحاب مكان. انا بشكركم جدا على وجودكم معايا النهارده، وان شاء الله الاسبوع اللي جاي هيتم الاتصال بيكم على الهوا نعرف ايه اللي حصل من خلال الاس ام اس. والاس ام اس زمانها بتطبع دلوقتي، وهيكون معاكم كل الارقام والناس اللي عايزه تتطوع، وكمان اللي عايز يكون موجود معانا في مواطن مصري وعنده حمله او مبادره يا ريت يبعت لنا على 1006 دلوقتي قبل ما الساعه تيجي 4، يعني فاضل لنا 3 دقائق بالظبط علشان ناخد الاس ام اس، وان شاء الله تكونوا موجودين معانا على الهوا. كنت معاكم احمد شعلان في مواطن مصري على نجوم اف ام، وان شاء الله الثلاث اللي جاي قبل ساعه من دلوقتي هنكون برضو موجودين ومواطن مصري على نجوم اف ام، ونجوم اف ام على كيفك.